أهلاً فيكم بفيديو جديد. بث مباشر نشره أنس ليلة أمس وضح فيه بطريقة غير مباشرة سبب انفصاله عن بيسان. رح أعرض لكم البث وهتستنتجوا منه إنه أنس كان بده علاقته ببيسان تكون جدية ورسمية بالحلال، إلا إنه تفكيرها كان غير. أنا بحب يكون في بنت بحياتي بالحلال، قلت لكم عاد ما بتفرق معي، المهم بالحلال. يعني ما بحبش أعيش بوهم، أنا بني آدم بحبش أعيش بوهم. يعني أنا مش مضطر إني أعيش مع شخص بوهم وأضيع وقت معه. ليش مش مضطر؟ أموري كلها تمام، بقدر إني أخذ شخص. ليش أعيش معه بوهم؟ ليش أضيع وقت من حياتي؟ صح كلامي؟ ليش أتعود عليه ويتعود علي ونقعد فترة طويلة مع بعض، تمام، وبعديها أكون عايش بوهم؟ لا. ليش؟ طب مو الواحد بصعوبة حتى يتعود على الشخص ويأمن له ويوثق فيه. ليش يرجع يعيد مسيرة الثقة من أول وجديد؟ فهمت شو قصدي؟ والله بحكي لكم من بقلبي، والله زي كأني بحكي مع أمي تليفون، والله، ولا مع أخوي. والله نصيحة لكل شاب موجود بالبث، والله نصيحة مني لإلك. اعتبرني أخوك الصغير، اعتبرني أخوك الكبير، اعتبرني واحد من الشارع اللي بدك إياه. إذا أنت بتحب بنت ومعك القدرة إنك تاخدها بالحلال وأمورك تمام، والله خدها. أقسم بالله العظيم بقول لك والله خدها. لأنه إذا أنت بتحبها جد وهي بتحبك جد ومتأكد وواثق فيها وهي واثقة فيك، خدها. إذا هي بدها تعيشك بوهم وبالنهاية يعني زي كأنه يعني إنه بتحبك وما بتقدر بدونك، بس إنه هي معيشتك بوهم، حاول اعرف، خلص لا تضيع وقت من عمرك. يعني بتأكد إن هي بدها إياك ولا لا. فهمت علي؟ تأكد بدها إياك يعني خلص بالحلال، ولا بدك تضلك عايش بوهم. ولما سأل المتابعين أنس عن سبب انفصاله عن بيسان، حكى إنه أنتوا شايفين اللي بيصير على السوشيال ميديا، يعني أنتوا عارفين شخصيتي كيف، وكان كلامه تلميح إنه بيغار وما بيرضى بتصرفات بيسان، وحكى اللي براسكم انسوه تماماً، مشير إلى إنه مستحيل يرجع لبيسان. الحياة مش نصيب، الحياة وما أدراك ما الحياة. الحياة الحياة خلوني ساكت. أنا بعمر ما وصلت لي المراحل، صرت أوصل لمراحل غريبة. أنا مستغرب من حالي، أفتح لايف عندي بدبي الساعة 3 بالليل. إن شاء الله ألاقي دول بقدر أعيش لحالي بالحلال، وليس، فهمت علي؟ بالحلال بدي همش الحلال عشان الله يوفقك. مش مستعجل، ليش مش صابر؟ ما هي في عندك أهلك، إخوان. أوكي أهلي، أنا عندي أهلي، أوكي، بس أنا أوكي، أنا عمري مش كبير، بس أنا جد شخص ما بحب أعيش لحالي. مش إنه مثلا ما بحب أكون لحالي، بحب أكون في بحياتي شخص ومستعد أخده بالحلال بيوم وليلة. الحمد لله كل شيء موجود عندي، بيت موجود عندي، سيارة موجودة، مصاري، كل شيء موجود الحمد لله. إذا الأمور كلها كل شيء موجود عندي، فعادي أتجوز، مش مهم العمر، همش أكون أنا مأمن حالي. صح الحمد لله مأمن خلص. وختم أنس كلامه بمديح لأهله ولوالدته خصوصاً، كأنه بيحاول يوصل فكرة إنه أهله مش السبب بانفصاله عن أجي بيسان. أحكي أمي عندي بالدنيا كلها. كل واحد بيشوف أهله إنهم كل إشي عنده بالدنيا، وأنا أهلي عندي كل شي بالدنيا وأحلى إشي بحياتي. ليش؟ لو أهلي سيئين عاطلين بقول إنه مش أحلى إشي، بس فعليا أهلي أحلى إشي بحياتي. إذا قلت أخ بلاقي أمي أبوي أهلي كلهم عيلتي كلها بلاقيها جنبي. إذا بقول أخ، مش إذا بصير في إشي، إذا بقول أخ بس بحبوني. أمي دائما بترضى علي، أبوي دائما بيسأل علي، كل نص ساعة ببعت لي. حنان الأم غير،
والأهل بالأب زي هيك. بس والله مش كل الأهالي هيك، والله في أهالي مش هيك. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. لكل أخبار المشاهير واليوتيوبر تابعوني بتفعيل الجرس. لا تنسوا تدعموني بلايك واشتركوا بالقناة، وانتظروا مني كل شي جديد. شكراً لمتابعتكم ودمتم بخير.